بسم الله الرحمن الرحيم. أول حصة عندنا في المراجعة النهاردة بإذن الله. المراجعة هتمشي إزاي وهنحل إيه وهنحفظ إيه وإيه اللي مطلوب منك. اللي مطلوب منك على جروب المراجعة أنا نزلت لك ملف كلمات الدروس بتاعة المنهج بتاعتك. طب يا مستر هعمل إيه بالملف ده؟ هقعد أحفظه كله؟ أنت أكيد حفظت قبل كده الكلمات دي مرة واتنين وبصيت عليها. أنا عايزك تمسك الكلمات دي تقرأها تاني تفتكر درس درس. انت في عندك كام وحدة؟ عندك 4 وحدات. هتمسك كلمات الوحدة الأولى اللي هم عبارة عن 3 دروس. كلمات الوحدة الأولى 3 دروس. هتمسك الكلمات بتاعتهم، هتأكد على الكلمات المذكر والمؤنث والمعاني بتاع الكلمات كويس. تأكد عليهم كده. ليه؟ علشان لما يجي لك قطعة في الامتحان تعرف تترجم. ولما يجي يسألك هي الكلمة دي مذكرة ولا مؤنثة تعرف تحل وتعرف تجاوب. لازم الكلمات تفتكر المعنى بتاعها كويس علشان المواقف برضو بتعتمد على حفظك للكلمات. كذلك المواضيع والإيميلات برضو معتمدة على حفظك للكلمات. طب أنا هلحق أحفظ ده كله؟ هتلحق بإذن الله إنك تراجع الكلمات وتراجع المواضيع. إزاي؟ إحنا لما نخلص هيبقى في عندك وقت إن حضرتك تنام وتصحى من الصبح بدري كده فنجان القهوة بتاعك وتقعد تمسك الكلمات وتمسك المواضيع. خلصت كلمات الوحدة الأولى، قرأتها افتكرتها، هتلاقيني منزل لك ملف المواضيع بتاع المنهج ومقسمهم لك مواضيع الوحدة الأولى، مواضيع الوحدة الثانية، مواضيع الوحدة الثالثة. خلصت كلمات الوحدة الأولى، همسك المواضيع بتاع الوحدة الأولى، أقرأ الأفكار بتاعتها عاملة إزاي. موضوع بيتكلم عن رياضة كذا، نشاط كذا، بتلعبها فين، مع مين، و تقرأ المواضيع بتاعت الوحدة الأولى، هتلاقي الدنيا سهلة وبسيطة فيها خالص. بعد ما تقرأ المواضيع هتلاقي ملف تاني اسمه إجابات إيميلات الوحدة الأولى. هتلاقي الإيميلات مكتوبة والإجابات بتاعتها تحتها. تقرأ أفكار الإيميلات عاملة إزاي وأفكار الإجابات بتاعتها متجاوبة ببساطة إزاي. طب أنا خلصت الوحدة الأولى، خش على كلمات الوحدة الثانية. تقعد تقرأ كلمات الوحدة الثانية، تسترجع كم معاني الكلمات دي إيه. طيب المذكر والمؤنث فيها. خلصت كلمات الوحدة الثانية، ترجع تاني لملف المواضيع، تقرأ مواضيع الوحدة الثانية. خلصت المواضيع، تروح على الملف اللي هو بتاع ايه؟ اجابات الايميلات بتاعت الوحده الثانيه، تشوف افكار الايميلات بتاع الوحده الثانيه عامله ازاي والاجابات بتاعتها. خلصت، خش على كلمات الوحده الثالثه، تقراها، تسترجع الكلمات، تخش على المواضيع بتاع الوحده الثالثه، بعدين ملف الايميلات بتاع الوحده الثالثه تقراه، وهكذا. ده اللي انا طالبه منك انت تذاكره. قسم وقتك وذاكره. تصحى الصبح بدري، تسهر بالليل، اعمل اللي انت عايزه، قسم وقتك وذاكر لي انت الحاجات دي. انما كقواعد، كمواقف، كافكار اسئله، كقطع، ك كل ده هتشتغلوا معايا في الحصه باذن الله. وطبعا وانت بتذاكر لو في حاجه واقفه قدامك اكيد هتسالني فيها سواء على الجروب او اثناء الحصه معايا. طيب هنبتدي مع بعض كده بالدرس الاولاني او الوحده الاولى عامه. الوحده الاولى عامه كانت بتتكلم عن الرياضات، اسماء الالعاب الرياضيه اللي احنا بنلعبها، الكوره والدومنه والتنس والطايره والقفز في الشلالات وتسلق الجبال. انت خدت كل الحاجات ديت اللي هي الوحده الاولى بتتكلم عن كل الالعاب الرياضيه. طيب الدرس الاولاني ده اساس الوحده. الدرس الاولاني ده قبل ما نبتدي فيه في عندنا اساسيات موجوده في الدرس الاولاني. ايه هي؟ هنفتكر مع بعض الاول كده ايه هي الافعال الاساسيه اللي موجوده عندي في الدرس الاولاني وتصريفاتها. الدرس الاولاني عندك بيفكرنا الاول كده بحاجه اسمها ضمائر الفاعل. هي ايه ضمائر الفاعل دي؟ انا لما اجي اصرف اي فعل لازم بدور على الفاعل بتاع الجمله. احنا عارفين ان الفاعل بتاع الجمله بيكون ايه؟ اول كلمه مكتوبه في الجمله. الفاعل اول كلمه في الجمله هو ده الفاعل. الفاعل ده ممكن يكون اسم حد او ضمير. يعني ايه اسم حد؟ يعني ممكن تلاقي الفاعل بتاع الجمله علي، محمد، محمود، فوزيه. او ممكن تلاقي يقول لك فرنسا تكون جميله، البقره بتعطي لبن، الخروف بياكل حشائش. هو ده الفاعل بتاع الجمله اول كلمه. او ضمير. هي ايه ضمائر الفاعل؟ ما انت خدت ضمائر الفاعل اللي هو الج يعني انا،
التو يعني انت، الإيل يعني هو، ال يعني هي، النو يعني نحن، الفو يعني انتم، الإلافيك اس يعني هم، والإلافيك اس يعني هن للبنات. هم دول اللي بنسميهم الفاعل بتاع الجملة اللي احنا بنختار تصريف الفعل على اساسه. طب يا ميسيو افرض ان انا بصيت على اول الجمله ولقيت في اول الجمله كلمه مفرد. ما انا لما اجي اسالك هي الكلمه المفرد دي يا حبيب قلبي بتساوي ايه؟ هتقول لي يا ميسيو بتساوي حاجه من الاثنين، يا اما ايل يا اما ال. الكلمه المفرد اللي موجوده في اول الجمله دي هتقول لي بتساوي حاجه من الاثنين، يا اما ايل يا اما ال. طب افرض كانت الكلمه اللي في اول الجمله دي كلمه جمع، يبقى الكلمه الجمع دي بتساوي حاجه من الاثنين في دماغك، يا اما إلافيك اس يا اما إلافيك اس. ازاي يعني؟ يعني لما اجي اقول لك مثلا كده علي، واقول لك هو علي ده بيساوي ايه؟ هتقول لي والله يا مستر علي ده كلمه مفرده، يبقى بيساوي ايه يا شباب؟ يبقى بيساوي معايا ايل للمفرد. طيب لما اجي اقول لك منى، ما انت هتقول لي منى دي بنوته كلمه مفرده مؤنثه، يبقى بتساوي ال للبنت. لما اجي اقول لك ليزيليف يعني التلاميذ، هي مكتوبه قدام عيني كلمه مفرد ولا كلمه جمع؟ مكتوبه كلمه جمع اهي، يبقى طالما كلمه جمع يبقى بتساوي إلافيك اس او إلافيك اس. طب لما اجي اقول لك مثلا لافاش كان معناها البقره، هي دي كلمه مفرده ولا كلمه جمع؟ كلمه ايه؟ كلمه مفرد، ومفرد مؤنث يا ميسيو، يبقى بتساوي في دماغي ال البنت. طب لما اجي اسالك واقول لك كلمه لا فامي العائله، مالكش دعوه بمعناها، هي مكتوبه قدامي مفرد ولا جمع؟ مكتوبه قدامي كلمه مفرد، يبقى كلمه العائله كلمه مفرده مؤنثه تساوي ال البنت. طب لما يجي يقول لك ليكيب، كلمه ليكيب موجوده في اول درس معناها الفريق، مكتوبه قدامي مفرد ولا جمع؟ مكتوبه قدامي كلمه مفرد، وكلمه فريق دي كانت مفرد مؤنث، يبقى بتساوي ال البنت. طب لما اقول لك ليه جوار اللاعبين، هي مكتوبه مفرد ولا جمع؟ مكتوبه جمع، يبقى طالما الكلمه جمع يبقى بتساوي في دماغي إلافيك اس. يبقى احنا اساس الحل عندنا لما اجي اصرف فعل او اختار تصريف فعل، ادور على الفاعل اللي موجود في اول الايه؟ الجمله، واشوفه هو كلمه مفرد بتساوي ال وال ولا كلمه جمع بتساوي إلافيك اس وإلافيك اس. طيب الضمير الأون، أنا يا مستر شاطر وعارف إن معناه إيه؟ معناه نحن. بس الضمير الأون ده في تصريفات الأفعال هو مكتوب قدام عيني مفرد ولا جمع؟ مكتوب قدام عيني. فين يد الجمع ده؟ الجمع ده بيكون آخره اس. إحنا تاني الضمير الأون ده معناه نحن، بس هو مكتوب قدام عيني أهو، مفرد ولا جمع؟ مفرد. مفرد يبقى بيساوي ايه؟ يبقى بيساوي ايل. الكلمة الجمع اخرها اس واكس، غير كده تبقى مفرد على طول. طيب لما اجي اقول لك كلمة اسمها تو لو موند، معناها كل العالم، كل البشرية اللي على وجه الارض، مالكش دعوة بمعناها، هي مكتوبة قدام عينك مفرد ولا جمع؟ هل موجود فيها اس او اكس عشان تبقى جمع؟ لا يا كلمة مفرد يبقى بتساوي ايل للمفرد. طيب لما اجي اقول لك لزامي دي مثلا منى، اصدقاء منى، هو مين الفاعل هنا؟ كلمه اصدقاء ولا البت منى؟ أصدقاء. احنا لسه قايل لنا ان الفاعل اول كلمه في الجمله، يبقى كلمه اصدقاء هي دي الفاعل، يبقى الكلمه دي بتساوي ايه في دماغك وانت جاي تحل بما انها كلمه جامعه اهيت؟ ايوه طالما كلمه جامعه نسبه بتساوي إلافيك اس في دماغي على طول. طب لما اجي اقول لك لو كوبان دي خالد ايه علي، هو مين الفاعل هنا؟ كوبان ولا خالد وعلي؟ كوبان. لا يا مستر ده الفاعل هنا اول كلمه اللي هو كلمه كوبان اللي معناها صديق، هي مكتوبه قدام عيني كلمه ايه؟ مفرد اهي، يبقى بتساوي في دماغي المفرد. تمام. ايه تاني؟ بيقول لي لو لقيت اسم حد زائد كلمة توا، قال لي لما تلاقي كلمة توا وجاي جنبها اسم حد يبقى على طول بتساوي في دماغك ايه؟ فو. لما اجي اقول لك مثلا كده علي ايه توا، انت والواد علي، يبقى دي على طول في دماغي بتساوي فو. تمام.
لكن لما يجي يقول لي مثلا كده اسم زائد موا، اسم محمد نو. اما اجي اقول لك علي ايه موا، اي اسم زائد موا بيساوي النو. نو. ولكن خد بالك من حاجه مهمه، لما تلاقيها جايه لك كده علي ايه موا فاصله اون، هو كده لما تيجي تحل نصرف على الأم. هتختار على تعرف مع اساس ان هي بتساوي النو ولا هتختار على اساس الاون؟ قال لي لا، خد بالك هنا في المثال ده هو بالذات بتحل على اساس مين يا شباب؟ على اساس الاون ده اهي، انها بتساوي في دماغي ايه؟ ايه المفرد. طب اديني مثال يا باشا عشان افهمها. لما اجي اقول لك علي ايه موا نقط او كلوب، اختار يا ترى فا ولا الون. انا حافظ ان اي اسم زائد موا مباشره كده اهو جمع. بيساوي النو، يبقى في الحاله دي هنختار الون. الون. طيب لما يجي يقول لي علي ايه موا وراح عامل لي فاصله وحاطط لي الاون، يبقى في الحاله دي تختار فا ولا تختار الون؟ فا. قال لي في تبقى الحاله فا. دهيت يا ميسيو طالما الاون موجوده يبقى هختار على اساس الاون على طول اللي هي بتساوي إيل، يبقى في الحاله دي هنختار كلمه ايه؟ كلمه فا. ده بالنسبه عندي لضمائر الفاعل. طب موجود فين الكلام ده؟ اهو اول جزئيه عندك اهو بيقول لي اما تيجي تختار تصريف فعل لازم تحدد الفاعل اللي في اول الايه؟ الجمله. وادي ضمائر الفاعل. واساس الحل عندنا لو كلمه مفرد يبقى بتساوي إيل وإل، لو كلمه جمع يبقى بتساوي إيل افيك اس و إيل افيك اس. رقم واحد عندنا بيقول لي علي، يبقى بيساوي ايه في دماغي يا اولاد؟ إيل المفرد. طب اللي قصادها بيقول لي منى يبقى بتساوي إيل المفرد. علي واحمد جمع هما يبقوا بيساووا لافيك اس. إيل افيك لافيك اس. اس. طب بيقول لي منى وندى يبقى بيساووا لافيك اس. إيل افيك اس. بيقول لي لو بالون كان معناها الكوره كلمه مفرده مذكره يبقى بتساوي إيل. لا بول الكره الصغيره كلمه مفرد مؤنث اهي يبقى بتساوي ال. طب هنا عملها لي جمع عشان يضحك عليا، لبول بقت جمع مؤنث يبقى في الحاله دي بتساوي يبقى لافيك اس. إيل افيك اس. تمام. ليه باسكت؟ هو هنا معناها رياضة كرة السلة ولا معناها الكوتشي اللي بتلبسه وانت بتلعب كورة؟ الكوتشي. الكوتشيات اللي انت بتلبسها وانت بتلعب كورة. هي مكتوبة قدام عيني مفرد ولا جمع؟ جمع، وجمع مؤنث يبقى بتساوي إيل افيك اس. تمام. لكيب معناها الفريق، مالكش دعوة بمعناها، مكتوبة قدام عينك اهي مفرد ولا جمع؟ مفرد. مفرد، كلمة مفرد مؤنث يبقى بتساوي ال البنت. لو جروب معناها المجموعة، مالكش دعوة بمعناها، هي مكتوبة مفرد ولا جمع؟ مكتوبة مفرد يبقى بتساوي إل المفرد. تمام. لا فامي العائلة بابا وماما واخواتي، مالكش دعوة، مكتوبة قدام عيني مفرد مؤنث يبقى بتساوي ال البنت. تو الموند لسه قايلين معناها كل العالم، كل الناس، كل البشرية اللي على وجه الأرض، كلمة مفردة بتساوي إل المفرد. كلكان ميسيو انا ما اعرفش يعني ايه معناها او مش فاكر. طب هي مكتوبه قدامك مفرد ولا جمع؟ مفرد، يبقى في الحاله دي بتساوي إل المفرد. تمام. معناها شخصا ما. كلمه اون بيرسون رقم 12 تو لو موند مكتوبه قدام عيني، كلمه مفرد ولا جمع؟ مفرد، يبقى بتساوي إل المفرد، معناها كل العالم. 14 إن بيرسون معناها شخص، كلمة مفردة مؤنثة يبقى بتساوي ال البنت. حلو. أداة الاستفهام كي معناها من، مفردة ولا جمع قدامي أهي؟ مفردة يبقى بتساوي ال المفرد. الضمير الأون لما أجي أختار معاه فعل متصرف أعتبرها بتساوي مين على طول؟ ال المفرد. اللي جنبه الأسرة بتاعته بتتكلم، نبهت، اقفل المايك. علي ايه موا، أي اسم زائد موا بيساوي
النو، نو واي اسم زائد توا بيساوي فو. تمام. فو طب يا مسيو افرض كتب لي علي ايه موا وحط لي الاون، اذا الاون هي اللي هتسيطر على طول، يبقى بتساوي إيل. إل ليه فاش الابقار كلمه مفرده ولا جمع؟ جمع. جمع مؤنث جمع مؤنث، يبقى بتساوي إلافيكس إلافيكس. جميل قوي. طيب ايه هي الافعال الاساسيه اللي موجوده عندي من سنه اولى ثانوي لحد دلوقتي وموجوده في الدرس الاولاني وبتستخدم؟ عندك يا باشا المربع اهوت. اول فيرب عندنا فيرب اتر اللي هو معناه يكون. كان عندنا جو سوي، tu es, il elle est, nous sommes, vous êtes, ils elles sont. لازم أنا اكون حافظ ان التصريفات ده هي كلها معناها ايه بالعربي؟ معناها يكون. Je suis, tu es, il elle est, nous sommes, vous êtes, ils elles sont. طب فعل افوار، افوار ده معناه ايه؟ معناه يملك، لديه، عنده، معاه. j'ai, tu as, il elle a, nous avons, vous avez, ils elles ont. في حرف تي هنا زياده احذفه. متكرر فيرب aller معناه يذهب، يروح مكان، يروح عند شخص. je vais, tu vas, il elle va, nous allons, vous allez, ils elles vont. طب فعل فير، فعل فير معناه يعمل كذا. طب في الدرس الاولاني بيجي مع الانشطه والرياضات قال لي معناه يمارس رياضه كذا او يمارس نشاط كذا. je fais, tu fais, il elle fait. اتنين بالاس واتنين بالتي. nous faisons, vous faites, il و elle font. حرف الاس اللي هو عدله خليه اف. font، il و elle font. عندنا ايه تاني في الدرس الاول؟ عندنا فعل جوي، وفعل جوي معناه يلعب. ده فعل مجموعه اولى، يعني بنحذف الاي ار واحط مع ج او يبقى جوجو. مع تي هختار اللي اخره يو اس، مع الإيل والال اللي اخره او، مع نو اللي اخره او ان اس. هي دي واللي تحتها متشقلبين يا اولاد. نو جوون او ان اس. فو جوي، الفو بيبقى اخرها اي زد وهتشقلبها. الاي لافيك اس والافيك اس بيبقى اخرها اي ان تي. عندنا في الدرس الاولاني برضو فعل ايمي، ايمي معناه يحب، وزيه مين؟ ادوري اللي هو معناه يعشق، وبريفيري اللي معناه يفضل، ديتستي اللي معناه يكره، وكمان براتيكي اللي هو برضو معناه يمارس. كل دي افعال مجموعه اولى بتصرفهم زي بعض كلهم، يعني مع الجي هتختار اللي اخره او، مع التي او اس، مع الال والال او، مع النو او ان اس، مع الفو او زد، مع اي لافيك اس ولافيك اس او ان تي. برضو من الافعال الاساسيه في الدرس عندك وبتجيلك في المواقف، يقول لك بتوضح ليه الفريق بتاعك جانيي يعني يفوز، او بتدي نصيحه لفريقك علشان جانيي يعني يفوز. برضو فعل مجموعه اولى نفس تصريف فعل يلعب ويحب. جاني 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 جانيو جانيي جاني. عندك فيرب بيردر معناه يخسر، يخسر مباراه، وكذلك معناه يخسر وزن، يفقد وزن. لما تقول لك حد بيخس او بيتبع رجيم غذائي. جو بير، tu perds, il و elle perd. هتحفظوا كده اتنين بالاس واتنين بالدي. nous perdons, vous perdez, il و elle perd. الافعال دي بتقراها كده، وخصوصا اول اربع افعال فوق موجودين معاك على مدار المنهج كله. طب تعالى اما نحل واحده واحده. عندنا كلمه لو جروب، جروب مكتوبه قدامي مفرد ولا جمع؟ مكتوبه قدام عيني كلمه مفرد. اذا يا مسيو هي بتساوي في دماغي بتساوي في دماغي يا مسيو إيل للمفرد. طالما بتساوي إيل للمفرد يبقى في الحالة دي حضرتك هتختار أنهي واحدة؟ أنا حافظ إن الإيل والإل هنختار اللي آخرها اللي آخرها يبقى الثانية. تمام. طيب لو جوور اللاعب كلمة مفردة تساوي إيل للمفرد، يبقى هنختار أنهي واحدة؟ ثالثة. حلو. علي إيه موا، أي اسم زائد موا بيساوي نو، يبقى اللي آخرها اس أخيرة. كلمة لكيب الفريق كلمة مفردة مؤنثة تساوي ال البنت، يبقى هنختار الأولى. جميل.
اي اسم زائد توا يبقى بيساوي فو، الأخير. والفو هتختار الأخيرة. الأخيرة اللي فيها زد. حلو الكلام. لي راكيت معناها المضارب، مكتوبة قدامي كلمة جمع يعني بتساوي إيلافيك اس وإيلافيك اس، يبقى نختار أي اسم. الأخيرة. الأخيرة. لونترينوز المدربة، كلمة مفردة مؤنثة تساوي البنت، يبقى هنختار الأولى. ثالثة. لا أول واحدة. الأولى. بص على المربع فوق كده على فعل ايه أفوار. بي. بص كده على أيوة فعل فعلا. أفوار فوق 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 المربع أهي. بص على فعل أفوار مع إيل والإل، هتلاقي حرف الآ. الإيل والإل حرف الآ. راجع على الأفعال دي عشان موجودة معاك في درس الماضي المركب وفي الدرس الأخير كمان مرة. راجع على الأفعال الأربعة اللي فوق دهم بالذات. طيب ده لما بنيجي نختار تصريف الافعال بتحل بنفس الطريقه كده. تعالى كمل معايا اهو. علي ايه موا. يا مستر انا حافظ ان اي اسم زائد موا بيساوي نو، بس لو لقيت الام مكتوبه يبقى بتساوي ايه في دماغي على طول؟ ايه للمفرد. اول لما الاقي الام تساوي ايه للمفرد يبقى نختار انهي واحده؟ ثالثه. لا فامي العائله، كلمه مفرده مؤنثه تساوي اللي البنت، يبقى نختار ثانية. جميل. تو لو موند كل العالم، كل البشريه اللي على وجه الارض، ماليش دعوه بمعناها، مكتوبه قدامي كلمه مفرد يبقى بتساوي إيل، يبقى نختار الأولى. يبقى دي الفكره لما بتيجي حضرتك تختار تصريف الفعل، بتدور على الفاعل بتاع الجمله وتختار بكل بساطه زي ما احنا عملنا كده، مفيش حاجه صعبه. طيب الدرس الاولاني كان بيتكلم عن ايه؟ قال لي بيتكلم عن الرياضات، ولازم اكون حافظ الرياضات مذكره ومؤنثه. كل الرياضات اللي بنستخدم فيها الكوره رياضات مذكره ولا مؤنثه؟ مين فاكر؟ مؤنثة. اللي بنستخدم فيها كوره، كرة القدم، مذكرة. كرة الطايرة، كرة السلة، التنس، ما عدا الكرة الحديدية. هذا البيتون. كل الرياضات اللي بنستخدم فيها كورة مذكرة ما عدا الرياضة ده اهي اللي هي البيتونك اللي هي اسمها الكرة الحديدية، هي دي الرياضة الوحيدة اللي فيها كورة بس مالها مؤنثة. طيب أنا مطلوب مني أكون حافظ أسماء الرياضات وحافظ معناها وحافظ المذكر والمؤنث. بص يا باشا، كل الرياضات اللي عندك مذكر ما عدا المربع اللي أنا عامله لك ده، هم دول الرياضات المؤنثة اللي عندك في منهجك كله. لا بوكس اللي هي الملاكمة، لا بيتونك الكرة الحديدية، لا روندوني التنزه على الأقدام، تطلع تعمل نزهة كده على رجليك في الغابة في حديقة، ليكيتاسيون الفروسية يعني ركوب الخيل، لا ناتاسيون السباحة، لا فورميل سباق عربيات، لا ليت يعني المصارعة طبعا من الرياضات الخطيرة، الاسكالاد تسلق الجبال، لا مارش يعني المشي انك تتمشى على رجليك، لا شاس يعني صيد الطيور، لا كورس سباق جري، والسباق انواع، لا بلونجي يعني الغطس. هي دي الرياضات المؤنثة في منهجك، بقية الرياضات اللي في منهجك كلها مذكر، فانت سهل على نفسك واحفظ ان دول هم المؤنث عندك. طيب الآلات الموسيقية، هو الآلات الموسيقية علينا عندك أول صف آلات موسيقية مذكرة والصف اللي تحت مؤنثة، البيانو والكمانجا وآلة البوق والناي لافليت، الجيتار وترومبيت برضو نوع من أنواع النفخ، آلات النفخ. دي الآلات الموسيقية اللي عندك لازم تحفظ فيهم المذكر والمؤنث. طب انت ليه بتاكد علينا نحفظ فيهم مذكر ومؤنث؟ علشان يا باشا القاعده اللي موجوده عندك في الدرس الاولاني وهي انك تتكلم عن الرياضه اللي انت بتمارسها. كان في عندك في اول درس كده بيقول لك فعل فير، ماله؟ قال لي فعل فير ده معناه يمارس، بيجي مع كل الانشطه والرياضات. ركز في الكلام اللي انا بقوله، بيجي مع كل الايه؟ الانشطه وكل الرياضات وكل الالات الموسيقيه. طب ماله فعل فير؟ قال لي ان فعل فير ده بيجي معاه اداه التجزئه دي، دي الابوستروف ودي للجمع زائد
اسم الرياضة أو الآلة الإيه؟ الموسيقية. يبقى فعل فير بيجي معاه دي دولار دي الابوستروف دي زائد اسم الرياضة أو الآلة الموسيقية. إزاي يعني؟ لما يجي يقول لي جو في أنا أمارس نقط مثلا تنس، ويجي يقول لي تختار هنا في الحالة دي لو ولا أو ولا دي. أنا عارف إن التنس رياضة مذكرة ومعايا فعل فير، يبقى هنختار أنهي واحدة؟ فين لو. نركز تاني كده. شايفين السطر الأولاني؟ فعل فير بيجي معاها إيه على طول؟ دي دولار دي الابوستروف دي للجمع، وانا الفعل اللي مستخدم في الجمله اهو فعل فير، يبقى في الحاله دي هنختار الثالث. دي. اما اجي اقول علي في نقط مثلا ناتاسيون، ويجي يقول لي في الحاله دي تختار لا ولا الا ولا دي ولا دولا. والله انا حافظ عندي فعل فير بيجي معاه دي دولار دي الابوستروف دي، والناتاسيون رياضه مؤنثه، يبقى نختار دي لا. دولار الاخير. ماشي. اما اقول نو فيزون نحن نمارس نقط اسكالاد يعني تسلق الجبال، يقول لي الا ابوستروف ولا الا ابوستروف ولا دي الا ابوستروف ولا دي ابوستروف. انا حافظ ان فعل فير بيجي معاه دي دولار دي الابوستروف دي. ركز في الكلام وبعدين جاوب. دي دولار دي الابوستروف دي، ورياضه تسلق الجبال رياضه مؤنثه وتبدا بحرف متحرك، يبقى الاولى ولا الثانيه ولا الثالثه؟ ثالثه. طيب لما اجي اقول مثلا ils font هم بيمارسوا نقط مثلا ايشيك اللي هو الشطرنج، ويجي يقول لي اختار لي ولا دي ولا او. مين الفعل اللي عندي؟ انا عندي فعل فير. طالما عندي فعل فير يبقى دي دولار دي الابوستروف دي للجمع، يبقى هنا هنختار في الحاله دي دي للايه؟ للجمع. طيب الكلام ده مع الرياضه والات الايه؟ الات الموسيقى. لما يجي يقول لي جو في انا امارس العزف نقط جيتار، ويجي يقول لي اختار لا ولا الا ولا دولا. انا حافظ ان الجيتار آلة موسيقية مؤنثة، يبقى في الحالة دي هنختار دي لا دولا. حلو. في كل الأمثلة اللي قدامك دي فعل فير مثبت ولا منفي؟ مثبت. يقول لي خد بالك لو لقيته جاي مزنوق بين النفي، لو لقيت فعل فير جاي محطوط ما بين الن والبا اهو كده يبقى منفي. قال لي في الحاله دي بتختار حاجه من الاثنين، يا اما دي يا اما دي ايه؟ ابوستروف. اما اقول جو ne fais pas نقط وليكن بلونجي، يقول لي اختار لا ولا دو لا ولا الا ولا دي. هو فعل فير هنا مثبت ولا منفي؟ منفي. فعل فير يا ميسيو جاي مزنوق ما بين النفي اهو، طالما جاي مزنوق ما بين النفي بنختار حاجه من الاثنين، يا دي يا دي ابوستروف، يبقى هنختار الاخير. حلو الكلام. اما يجي يقول لي مثلا كده نو ن فيزون با نقط اسكريم، يعني ايه اسكريم؟ قال لي المبارزه بالسيف. يقول لي تختار الا ابوستروف ولا دي الا ابوستروف ولا دي ولا دي ابوستروف. فعل فير مثبت ولا منفي؟ منفي. فعل فير منفي. طالما فعل فير جاي مزنوق ما بين الن والبا بنختار يا اما دي يا دي ابوستروف. الكلمه اللي بعد النقطه اولى حرف متحرك يبقى نختار دي دي ابوستروف. في مشكله في الملحوظه دي؟ يبقى انا خلاص افتكرت كده ان فعل فير بيجي معاه الدي دولا دي الابوستروف دي، سواء كان جاي مع رياضه او موسيقى، ولكن لو لقيته جاي مزنوق ما بين النفي بتختار هنا اهوت يا اما دي يا دي ايه؟ ابوستروف. وادي الملحوظه ديت اللي عليها دور نحل. يلا بينا. المثال الاولاني. نعم. التطبيق هيقفل. هو قدامه لسه دقيقتين 24 ثانيه. اول ما هيقفل هتلاقيني وقفت، زميلك هيبعت لينك هندخل تاني على طول. يلا بينا. المثال رقم 1 بيقول لي نعم.
اكتب لنا الصفات الساكنة والمتحركة عشان نسيها. الحروف المتحركه نفس حروف الانجليزي اللي احنا حافظينها من اولى ابتدائي، اللي هي كلمات حروف كلمه ايو، فاكراها؟ الاي والاي والاو واليو والاي والواي والاتش، دول اللي زياده، نفس حروف الانجليزي بس زياده عليهم الواي والاتش عندنا. ماشي؟ طب لما نيجي نختار مثلا في اللي هي بتاع الدي والدي بص نختار على أول حرف ساكن أو متحرك. الله ينور عليك، بالظبط كده، بالظبط كده، الله ينور عليك. يلا نختار على أساس أول حرف، لو متحرك ناخد دي، لو ساكن ناخد دي بص. لا انت أو شقلبتي، العكس. انت شقلبتي، متحرك يبقى الابوستروف على طول. بصي معايا هنا اهوت في الامثله لو هتثبتيها. ساكن تمام. يلا اول مثال بيقول لي جو في نقط فوت، عندي فعل فير، وكرة القدم رياضة مذكرة، نختار انهي واحدة يا ولاد؟ الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة؟ الأولى. هتقول لي الأولى أو الثانية، الثالثة، الرابعة. المثال اللي بعده الفي، عندي فعل فير والناتاسيون رياضة مؤنثة، يبقى الثالثة. تمام. تي في، عندي فعل فير والرياضة اللي بعده نقط أولها حرف متحرك ومثبت، يلا بسترف دي إلا بوستروف. طب يا ميسيو ما اخترناش الثانية ليه؟ ما احنا قلنا إن الثانية دي بنختارها لو كان مثبت ولا منفي. لو كان منفي. Il ne font pas. الحق يا ميسيو ده هنا منفي. طالما منفي بتختار يا اما دي يا دي ابوستروف، يبقى تختار أخيرا. دي اس. ليه بقى هو مثبت ولا منفي يا كابتن؟ يا اللي بتقولي دي اس مش منفي. طالما منفي يبقى دي اي او دي ابوستروف. تمام ماشي. تمام ماشي. علي ne fait pas مثبت ولا منفي؟ منفي. يا دي اي يا دي ابوستروف. الكلمه اللي بعد النقط اولها متحرك. النقطه رقم 5 بيقول لي علي ne fait pas فعل فير منفي، يبقى دي اي او دي ابوستروف. الكلمه اللي بعد النقط اولها متحرك يبقى دي ابوستروف. استناني على ما اعلق وبعدين جاوب. يلا جمله رقم 6 جو في، عندي فعل فير وفيولون يعني الكمانجا آلة موسيقية مذكرة، يبقى نختار أخيرة. il ne fait pas فعل فير جاي مزنوق ما بين النفي، يبقى يا دي اي يا دي ابوستروف، يبقى هنختار دي اي. يبقى في الحالة دي هنختار منفي، يبقى هنختار ان هو دي اي. حلو. ندى في نقط فلوت، فلوت يعني الناي آلة موسيقية مؤنثة، يبقى دي لا. تمام. جو في نقط جيتار، الجيتار آلة موسيقية مؤنثة، يبقى نختار دي لا. تمام. جو ne fais pas فعل فير يا ميسيو جاي مزنوق ما بين النو والبا، ثانية. يبقى نختار لا دي ثانية. دي ثانية. هي الثانية. دي اي انا اسف. فعل فير جاي مزنوق ما بين النو والبا، يبقى دي اي او دي ابوستروف. طيب بعينيك اقرا الملحوظه اللي انا كاتبها دي كده. بيقول لي خد بالك ان فعل فير لو الجمله منفيه ماشي، بس جاي قبله فعل من الافعال السته اللي انا كاتبهم لك دهم. ايمي، بريفيري، ادوري، ديتستي، سافوار معناه يعرف، فولوار معناه يريد. بيقول لي شله الافعال دول شغالين بودي جارد. بيقول لي لو لقيتهم هتختار نفس الادوات، على الرغم ان الجمله اللي قدامك ممكن تكون مثبته ولا منفيه. قال على الرغم ان هي لو حتى منفيه ولقيت فعل من الافعال ده اهي هتختار نفس الادوات. طب لو في افعال تانية جايه قبله هتختار دي اي او دي ابوستروف. لا وضحها. بيقول لي ان فعل فير ليه شويه بوديجاردات اللي هم مين؟ قال لي فعل ايمي، بريفيري، ادوري، ديتستي، سافوار معناه يعرف، فولوار معناه يريد. بيقول لي اي فعل من دول لما يجوا مع فعل فير، فعل فير بيبقى طاير من الفرح. ليه؟ قال لي بتختار معاهم دي، دولار، دي الابوستروف، ودي للجمع.
سواء كانت الجملة مثبتة أو منفية، سواء الجملة مثبتة أو منفية. يبقى الأفعال الستة اللي أنا كتبتهم دول شغالين بودي جارد. أول لما تلاقيهم جايين مع فعل فير سواء الجملة مثبتة أو منفية هتختار إيه؟ دي، دولا، دي الأبوستروف دي أهو. أما أقول جيم فير نقط بوكس، اختار لا ولا دولا ولا ألا ولا دي. وفي المثال الثاني بيقول لي je n'aime pas faire نقط بوكس. عينك على الفعل اللي جاي قبل فير، هو واحد من شلة البوديجاردات اللي فوق ولا لأ؟ واحد منهم ولا لأ؟ يا مستر ده واحد من البوديجاردات اللي هو لما الاقي واحد من الستة ده هم جايين مع فعل فير بختار دي، دولا، دي الابوستروف دي سواء الجملة مثبتة أو منفية. يبقى في المثال الأولاني ده يا شباب هنختار إيه؟ دولا. لا. يبقى في الحالة دي هنختار دولا. طيب في المثال الثاني اللي تحت مين الفعل اللي جاي قبل فير؟ واحد من البوديجاردات ولا مش منهم؟ واحد أيوه جاي منهم. طالما في واحد من البوديجاردات ده اهي يبقى هنختار دي، دولا، دي الابوستروف دي سواء الجمله مثبته او منفيه. هو الوقت فاضل عليه ساعة. يلا طب يلا ايه؟ يلا بينا. هنا هنختار ايه برضو يا اولاد؟ دولا. دولا. ديلا. طيب لو لقيت قبل فير فعل تاني خالص غير الافعال دي، فعل تاني خالص غير الافعال دي، لو الجمله منفيه قال لي في الحاله دي ما هماش بوديجارد، قال لي في الحاله دي هنختار يا اما دي يا اما دي ايه؟ دي ابوستروف. طب اديني مثال. شوف كده اما اقول لك جو في فير نقط اسكي ويقول لي هنا اختار لو ولا دي ولا دي ولا دولار. ونفس المثال بيقول لي je ne vais pas faire وبص كده تختار كلمة سكي. يا ترى هنا لو ولا دي ولا دي ولا دولار؟ يا مسيو أنا عيني على الفعل اللي قبل فير. لو واحد من البوديجاردات الستة والله ما هيفرق لو الجملة مثبتة ولا منفية هختار دي دولار دي الأبوستروف دي. طب لو ما هوش منهم قال لي لو الجمله منفيه وما هوش منهم هتختار ايه؟ دي ودي ابوستروف. تعال شوف كده هو الفعل اللي قبل فير ده هل هو واحد من البوديجاردات السته اللي فوق؟ لا. ما هوش منهم. طيب هي الجمله كده مثبته ولا منفيه قدام عيني اهيت؟ مثبته. يبقى هنا هنختار عادي دي وعلشان الجمله مثبته لسه. طب لما جيت ابص هنا هو ده واحد من البوديجاردات السته؟ لا. لا. طب الجمله قدام عيني مثبته ولا منفيه؟ منفية. منفية. يبقى في الحالة دي هنختار دي يا دي يا دي أبوستروف. يبقى في الحالة دي هنختار دي إي. تعال نطبق. عينك على الفعل اللي جاي قبل فير. نعم. مش كلمة سكاي بتبدأ له سكاي دي كلمة على بعضها. سكاي أكتر من لو. لو وسكي عندك فعل فير إيه الأدوات بتاعته؟ مش بنختار لو دي دي دولا لو دي الأبوستروف ودي؟ مش بنختار لو والله واللي. لا. يلا بينا. مثال الأولاني واحدة واحدة. تعالى يا اللي جاي قبل فير هو انت واحد من البوديجاردات ولا مش منهم؟ منهم. يعني هنختار دي دولا دي الابوستروف دي. يبقى هنا السكي مذكره يبقى هنختار الاولى. طيب مثال رقم 2. تعالى يا اللي ما بين النو والبا هو انت واحد من البوديجاردات؟ لا. لا. والجمله منفيه يبقى هتختار يا دي يا دي ابوستروف. يبقى هنا هنختار دي ده ابوستروف. بستر. جميل. المثال اللي بعده النابا. تعالى يا عم الحاج اللي ما بين النو والباء هو انت واحد من البوديجاردات السته اللي فوق؟
لا لا لا. انا مش منهم. والجمله منفيه يبقى هنختار إيه يا شباب؟ إيه إيه دي. حلو. تعالى يا اللي ما بين النو والبا، انت مين؟ قال لي خد بالك استنى، انا فعل سافوار، واحد من البودجاردات. الجمله لو مثبته او منفيه يا باشا هتختار دي دولا دي الا بوستروف دي. والفيلو مذكره يبقى هنختار أولى الاولى. ولا تمام. il ne veut pas. تعال، انت مين يا اللي ما بين النو والبا؟ قال لي خد بالك انا اخر فعل اللي هو اسمي فعل فولوار، انا واحد من البودجاردات، ما تقدرش تيجي ناحيتي. هتختار دي دولا دي الا بوستروف دي. والكورس كلمه مؤنثه يبقى تختار لا لا. طالما في واحد من البودجاردات السته سواء الجمله مثبته او منفيه بختار دي دولا دي الا بوستروف دي. تعال يا عم الحاج انت مين؟ قال لي انا فعلي ايميه، واحد من البودجاردات، يبقى دي دولا دي الا بوستروف دي. والفلوت الناي رياضه مؤنثه يبقى ديلو. لا دولا. لا ماشي معلش ممكن 5 تاني. 5. الفعل اللي ما بين النو والبا ده اهو ماله؟ قال لي انا اخر فعل مكتوب فوق اهوت ما بين البودجاردات، طالما انا موجود بتختار دي دولا دي الا بوستروف دي سواء الجمله مثبته او منفيه. وعلشان كلمه كورس مؤنثه اخترنا دولا. ماشي. ممكن تصريفات الافعال يا ميسيو؟ فعل سافوار وفعل فولوار هيقابلوك قدام واحنا عمالين بنحل، ما تقلقش. Je ne sais pas. انت مين يا عم الحاج؟ قال لي انا فعل سافوار، واحد من البودجاردات، يبقى انت هتختار دي دولا دو الا بوستروف دي للجمع. هتختار هنا ايه؟ دي اللي بس دي الا بوستروف. طيب النومبا. تعالى يا عم الاو ان تي، هو انت مين؟ قال لي انا فعل افوار. هو انت واحد من البودجاردات اللي فوق من السته اللي فوق يا افوار؟ قال لي لا. طالما ما هواش منهم والجمله منفيه يبقى هتختار ايه يا باشا؟ دي اي دي او دي ابوستروف. يبقى هنا هنختار ايه؟ دي دي. تانية. بس كده. ادي الملحوظه بتاعت فعل مستر. فير التاني. نعم. ممكن تصريف فيرب فولوار وسافوار التصريفات هم بتاعتهم. هيقابلونا قدام بس هكتبهم لكم من دلوقتي اهو. فعل سافوار عندنا معناه يعرف، هيقابلنا في الدرس الاولاني من الوحده الثالثه بتاعت الحيوانات. جو سي تي سي، يبقى هتلاقي ان جو تي اخرها اس. الايل والال اللي هم التوأم هتلاقي في اخرها تي. جو سي tu sais il elle sait. النو دايما بيكون معاها اونس سافون. الفو دايما بيكون معاها ايزد. الإيلافيك اس والإيلافيك اس اللي هم توأم بيكون معاهم في الاخر اي ان تي. طب فعل فولوار هيقابلك في الوحده الثانيه بتاعت الاكل والشرب، معناه انا عايز كذا. جو في اخرها اكس، والتي برضو اخرها اكس. الايل والال التوأم هيبقى اخرها تي، يبقى جو في tu veux il elle veut. النو كالعاده اون اس. الفو كالعاده هيكون اخرها فو فولي اخرها يو زد. الإيلافيك اس والإيلافيك اس هيكون في اخرها برضو كالعاده او ان تي. فعل يعرف وفعل يريد، فعلين من الافعال اللي هم شغالين بودجاردات مع فعل فير. طيب ماله فعل فير بقى تاني؟ قال لي بالراحه كده وانت بتقرا الجمله، انت في ثالثه ثانوي ما تستعجلش. ليه؟ اقرا معايا كده بيقول لي ايه؟ خد بالك فعل فير ماله؟ لو جاي في الجمله بيعبر عن المهام المنزليه اللي انت خدتها في ثانيه ثانوي، اللي هي يروق السرير، يغسل المواعين، يطبخ، ماله؟ قال لي سواء الجمله مثبته او منفيه هتختار ايه؟ اللو والله واللي. يبقى فعل فير لو بيعبر عن الأنشطة المنزلية، قال لي لو بيعبر عن نشاط منزلي والجملة بتاعتي مثبتة أو منفية هختار اللو والله واللي. وادي الأنشطة المنزلية اللي بتيجي مع فعل فير أهي من سنة تانية ثانوي. فير لو لي معناها يرتب الإيه؟ السرير.
faire le ménage يروق البيت بصفة عامة. faire la cuisine يطبخ. faire la vaisselle يغسل المواعين. faire la lessive يغسل الهدوم، يغسل الملابس. faire la poussière يكنس التراب. faire les vitres يمسح الإزاز أو ينظف الإزاز. faire les courses، وخد بالك كلمة كورس هنا مكتوبة جامع معناها يتسوق. فعل فير خدت بالك هنا اهو ان هو جاي معاه اللو والله واللي. اشمعنى؟ علشان بيعبر عن انشطه ايه؟ انشطه منزليه سواء مثبته او منفيه. اللو والله واللي. تعال شوف اول مثال معايا. بيقول لي هي فين اللي بتر يعني ايه يا مستر معلش؟ يمسح الازاز او ينظف الازاز. وفير لكورس طول ما هي جامعه كده معناها يتسوق. اهو اول مثال بيقول لي جو في نوت كورس. هي كلمه كورس هنا معناها السباق اللي اخرها اي، ولا دي معناها التسوق علشان اخرها اس؟ تسوق. معناها هنا تسوق علشان اخرها اس. يبقى في الحاله دي هنختار ايه؟ بتعبر عن نشاط منزلي، يبقى يا لو يا لا يا ليه. يبقى هنا هنختار ليه للجمع. تعال بص المثال الثاني، انا بضحك عليك اهو. جو في نوت كورس. فهي هنا كورس اللي اخرها اي ومفرد، سباق ولا تسوق؟ سباق. اذا هي دي نشاط منزلي، اختار اللو والله والليه، ولا ديت رياضه فاختار لها الدي والدولار والدي الابوستروف والدي. ده دي رياضه، يبقى في الحاله دي هنختار دولا. تمام. جو ne fais pas. اوعى تستعجل وتقول لي ده مزنوق ما بين النفي. اقرا بقيه الجمله. فيسيل يبقى بيغسل المواعين، نشاط منزلي سواء مثبت او منفي، اللو والله والليه. وكلمه فيسيل مؤنث يبقى هنختار أخيرا. أخيرا. Je ne vais pas faire notre cuisine. ده معناها بيطبخ، نشاط منزلي سواء مثبت أو منفي، يا لو يا لا يا ليه. يبقى هنا هنختار لا. Je n'ai pas fait notre lit يعني السرير، نشاط منزلي ومذكر، يبقى نختار ثالثة. لو. حلو. ثالثة. Je ne sais pas faire notre ménage. ميناج يعني بيروق، يعني نشاط منزلي، يا لو يا لا يا ليه سواء الجمله مثبته او منفيه. يبقى هنختار لا. الاولى. الانشطه المنزليه عندك اللي انا كاتبها لك فوق في الجدول هما 2 مذكر والباقيين مؤنث، واللي اخرها اس بتبقى جمع. كلمه السرير وكلمه ميناج مذكر، الباقيين كلهم مؤنث. ماشي؟ ده بالنسبه لفعل مين؟ ده بالنسبه لفعل فير. نعم. في المهام المنزلية دي بفعل فير، مش بص بقى الكلمات اللي حضرتك شرحتها قبل كده اللي هي البودي جاردات دي، صح؟ لا خلاص بقى ما بتفرقش معايا، لان طالما بيعبر عن نشاط منزلي يبقى يا لو يا لا يا ليه وانا مغمض عيني على طول، سواء مثبت سواء منفي، سواء جاي معاه بودي جارد ولا مش بودي جارد، مش هيفرق معايا خالص. ماشي؟ طيب عندنا كده خلصنا فعل فير. عندنا فعل مين؟ قال لي فعل جوي. لو خدت بالك قلت لك فعل فير بيجي مع كل الأنشطة، كل الرياضات. طب فعل جوي قال لي لا، بيجي مع الألعاب اللي فيها إيه؟ الكورة، الدومنة، الشطرنج، الكوتشينة، ألعاب الفيديو، بس ما بيجيش مع حاجة تانية. يعني يا ميسيو ما ينفعش أقول جوجو مثلا على بوكس. هو انا ينفع اقول بلعب بوكس؟ لا، فعل جوي ما بيجيش مع الملاكمه، ما بيجيش مع السباحه، ما بيجيش مع ركوب الخيل. امال بيجي مع مين؟ بيجي مع الالعاب اللي فيها كوره، دومنه، شطرنج، كوتشينه، والعاب فيديو وبس. طب ماله فعل جوي؟ بيقول ان فعل جوي لازم تقرا الجمله بتاعته. لو جاي بمعنى يلعب رياضه، لو كان بمعنى يلعب رياضة، قال لي في الحالة دي بتختار او للمذكر، لا للمؤنث، الا بوستروف للي اوله متحرك، واو للايه؟ للجمع، زائد رياضة. ازاي يعني؟ اهو جوجو نقط
تنس. يقول لي اختار لو دي او. والله يا ميسو انا عندي فعل جوي. ماله فعل جوي يا باشا؟ بيقول لي طالما جاي مع رياضه بختار او الا الا بوستروف او للجمع. طيب والتنس رياضه مذكره ولا مؤنثه؟ ما كل العاب يبقى نختار آخر واحد. الاخير. آخر واحد. اخر واحد. طيب بيقول لي جوجو نقط بيتونك. بيقول لي تختار لا ولا لو ولا او ولا الا. انت لسه قايل ان فعل جوي بيجي مع او الا الا بوستروف او للجمع زي الاسم. والرياضه الكره الحديديه ده هي الوحيده المؤنثه، يبقى هنا اختار الاخير. طيب جوجو نقط كارت. كارت دي معناها الكوتشينه. يقول لي تختار ليه ولا دي ولا او. انا عندي فعل جوي يبقى تختار ان هو أخيرا. طيب عندك مثال واحد يا باشا بتلاقيه معمول بالشكل ده. جوجو دي جو فيديو. معناها ايه الجمله اللي انت كتبتها دي؟ معناها بلعب العاب فيديو. هتلاقي ان هو مختار حرف الآ بس كده قبل كلمة دي جي فيديو. طيب ايه تاني؟ بيقول لي فعل جوي ما بيتأثرش بالنفي. والله لو شقلبت الجملة يمين ولا شمال ما بيتأثرش بالنفي. هي نفس الأدوات ما تتغيرش. اهو جني جو با نقط فوت. اختار يا ترى هنا اهو او ولا دي ولا دي ولا لو. فعل جوي سواء مثبت او منفي ما بيتأثرش. طالما جاي مع الرياضة اختار واحدة من دول. يبقى هنختار انهي؟ الأولى. واحد. طيب ده لما بيكون جاي مع مين؟ مع رياضة. طب هو بيجي مع حاجة تاني؟ بيجي مع موسيقى. ومعناه هنا هو بيعزف موسيقى. قال لي في الحالة دي بتختار دي دولار نابوستروف دي زائد آلة ايه؟ زائد آلة موسيقية زائد موسيقى. وبرضه ما بيتأثرش بالنفي يا ميسيو. لما اقول جوجو نقط جيتار ويقول لي تختار هنا في المثال ده لا ولا دولا ولا ألا ولا دي. طيب فعل جوي مع الآلات الموسيقية دي دولا دي الأبوستروف دي. يبقى في الحالة دي هنختار ثاني واحد. طيب تعال اما ننفيها. هل هيتأثر عندي بالنفي؟ لا يا ميسيو. فعل جوي سواء مثبت أو منفي الأدوات بتاعته ما بتتغيرش. يبقى في الحالة دي برضه هنختار دولا. تعال نطبق. الكلام ده مكتوب في الجدول هنا اهو. كاتب لك اهو فعل جوي لازم تقرا جملته للاخر لانه بيجي مع الرياضه والموسيقى. لو جاي مع الرياضات هتختار او الا الا بوستروف او. لو جاي مع الموسيقى دي دولا دي الا بوستروف دي. وفي كل حالاته لا يتاثر ابدا بالايه؟ بالنفي. على اول مثال عندي جوجو نقط دي جو فيديو. لسه قايل لك ده المثال الوحيد اللي هتختار فيه ايه؟ في الأرض بس. اوكي. جوجو نقط باسكت كرة السلة رياضة مذكرة. نختار الأولى الثانية الثالثة الرابعة. ثالثة. جوجو نقط بيتونك رياضة الكرة الحديدية رياضة مؤنثة. نختار الله. الناس اللي سامعها بتختار الدي واشكالها. فعل جوي مع الرياضات او الا الابوستروف او. يلا جوجو نوت اون ذا بال. خلي بالك هنا يا ميسيو. لسه من شويه يا ميسيو قايل لنا ان حرف الاتش حرف متحرك. بس خد بالك المنهج بتاعك فيه كذا كلمه ما ينفعش تحط قبلهم ابوستروف ابدا. طب هم مين الكلمات دول؟ قال لي الاون بال اللي احنا بنقول عليها الهاند بول يعني اللي هي كرة الايه؟ اليد. وكذلك في عندك مين؟ الهوكي. وكمان في عندك اليوجا.
وفي عندك كلمة ياقورت الزبادي. اللي هو الزبادي، وفي عندك كلمة أريكو. هي إيه الأريكو دي؟ الفاصوليا. الكلمات دي ما ينفعش تحط أبستروف أبدا قبلها، بتتعامل معاها كأنها بتبدأ بحرف ساكن. علشان كده في المثال بتاعنا الأوند بال اللي عندنا دي اخترنا قبلها إيه؟ يو. نفس المثال اللي بعده جينيجو با نوت هوكي، الهوكي برضو هتختار قبله إيه؟ هختار برضه الواحدة. يو برضو. معانا فعل جوي وإيشيك، الشيك آخرها اس، الشطرنج هنختار إيه؟ أول واحد. معانا فعل جوي وكرة الطايرة هنختار تالت واحدة. ثالث واحدة. معانا فعل جوي مع آلة موسيقية مؤنثة يبقى نختار لا. لا. معانا فعل جوي برضو مع آلة موسيقية ولكن تبدأ بمتحرك. دي لا بسطة. الرابعة. حلو. معانا فعل جوي وآلة موسيقية مذكرة يبقى نختار دي مذكرة تاني يبقى ديو. يبقى احنا عندنا فعل جوي جاي مع الرياضات او الا ال ابوستروف واو للجمع، مع الالات الموسيقيه دي دولار ال ابوستروف دي للجمع، ولا يتاثر ابدا بالنفي. بيقول لي خد بالك الفرق ما بين مين؟ فعل فير وفعل جوي. فعل فير قبل كل الالعاب، ولكن فعل جوي جاي قبل العاب الكوره، الدومنه، الكوتشينه، الشطرنج، العاب الفيديو. تاكيدا على الكلام. جينوت ناتاسيون، ناتاسيون يعني سباحة. تاخد فير ولا جوي؟ فير. فير. ورياضة مذكرة ولا مؤنثة؟ مؤنثة. ثاني واحدة. ثانية. Je n'ai non pas au faute. أنا عندي الأي يو، هي الأي يو دي بتاعت فعل مين؟ بتاع جوي. بتاعت فعل جوي. جوي. Je n'ai non pas دي أبوستروف. إيه ده؟ هو مين الفعل اللي أدواته بتتحول لدي إي ودي أبوستروف في النفي؟ فير. فعل فير. فير. Je n'ai non pas du piano. مين اللي بيجي معاه جوي. الدي يو سواء الجمله مثبته او منفيه؟ جوي. جوي. أيوة. Je n'ai pas non de flûte. مين اللي ادواته بتتحول لدي اي او دي ابستروفه في النفي؟ فير. فعل مين؟ فعل فير. في الحاله دي هنختار الاخيره. خد بالك ان انا اديتك مثال ماضي مركب في وسط الامثله، يعني انت بتحل عادي مفيش اي مشكله خالص. بيقول لي اهو كلمات ما ينفعش تختار قبلها ابوستروف ابدا، اهم الهاندبول واليوجا والهوكي والزبادي والمركب اللي هو اليخت والفاصوليا. جو في نوت يوجا، اليوجا رياضه مذكره هنختار ديو. ديو. جو نو في با، فعل فير جاي مزنوق ما بين النو والبا، يا دي اي يا دي ابوستروف، تختار ايه؟ دي. حلو. جيم جوي، انا عندي فعل جوي والكرة اليد رياضة مذكرة يبقى نختار آخر واحدة. يو اللي هي الأخيرة. حلو الكلام. لو قرأت الكلام بتركيز كده اللي مكتوب في الجداول اللي بالأزرق هتلاقي الدنيا سهلة وبسيطة خالص مفيش أي مشكلة فيها. بس أنت تركز ما تستعجلش. طيب. نيجي بقى للأفعال اللي بتعبر عن مين؟ عن الميول. خدنا كلمة ميول من سنة أولى ثانوي كان اسمها إيه؟ جو. لا كلمة جوتي دي معناها يتذوق، انما هنا اسمها جو، اللي هو احنا بنسميهم افعال الحب والكراهيه. بيقول لي افعال الحب والكراهيه ده هي على مستوى المنهج بتاعك، سواء الجمله مثبته او منفيه تختار مين؟ اللو واللا واللا بوستروف والايه؟ واللي اللي هم مين؟ ايمي، بريفيري، ادوري، ديتستي، ومعاهم فعل مين؟ براتيكي اللي هو معناه يمارس. الافعال ده ايه؟ لو هي الفعل بتاع الجمله الاساسي وسواء الجمله مثبته او منفيه احط يا لو يا لا يا ليه. تعال شوف المثال الاول. جيم نوت كاراتيه، هتختاروا ايه؟ لو تالتة علشان الكاراتيه مذكر. جو نيم با، افعال الحب والكراهيه تانية. سواء مثبته او منفيه لو ليه. المصارعه رياضه مؤنثه يبقى لا. لا.
جو براتيك انا امارس. ايمي بريفيري ادوري ديتستي ومعاهم براتيكي اللو والله واللي، والمشي رياضه مؤنثه يبقى لا. تالتة. لا. جو ني براتيك با والله ما هيتاثر، يبقى يا لو يا لا يا ليه. والدونس رقص الباليه رياضه مؤنثه. لا. 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 جو ني ديتست با. ايمي بريفيري ادوري ديتستي الرماية مذكرة. والتيرا لارك تمام. كمان رمي الرمح مذكره، يبقى نختار مذكرة. ثانية واحدة. تمام. بعض الطلبة بتتلخبط لما تلاقي فيه فعلين في الجملة. اقرا الملحوظة اللي انا كاتبها كده. بيقول لي لو افعال الميول جاية قبل اي فعل بنعتبرها مجرد فعل ايه؟ مساعد. فعل ملوش ايه؟ ملوش اي 30 لازمة. بالتالي بنختار على انهي فعل يا ولاد؟ تاني. الفعل التاني، لان هو الفعل الاساسي. يعني اللي انت كاتبه ده، يعني يا باشا لو عندك فعلين في الجمله هتختار على حسب الاولاني ولا التاني؟ تاني. التاني، لان التاني ده الفعل الاساسي، انما الاولاني ده مجرد فعل مساعد زي الانجليزي بالظبط كده. طيب جيم فير هتختار على ام ولا فير؟ على فين؟ فير. فير. وكرة الرجبي كرة القدم الامريكيه تالتة. مذكره، يبقى تختار مذكرة. ديو. التالتة. جيم جوي يبقى هختار على اساس جوي. وكرة الحديدية رياضة مؤنثة، يبقى نختار الله. الله. حلو. براتيكي لو والله واللي وكلمة الشاصي عن الصيد رياضة مؤنثة، يبقى نختار لا. لا. معانا فعل فير وكرة والسيرف وركوب الأمواج رياضة مذكرة، يبقى تختار ثانية. ديو. ثانية. ثانية. معانا فعل جوي والكمانجا آلة موسيقية. الآلات الموسيقية بصفة عامة دي دولا دي إلا بوستروف دي، يبقى تختار ديو. دي. ديو. حلوة. ادي كل فعل والادوات اللي بتيجي معاه. طب في عندنا ايه تاني في الدرس؟ سؤال بيجي لك يا باشا فين؟ في المواقف والايميلات. يجي يقول لك انت تتحدث عن الجونر. مين فاكر يعني ايه كلمة جونر؟ نوع. نوع. بتكلمني عن نوع الرياضة اللي انت بتمارسها. او بتساوي كلمة تيب برضو يعني نوع، او كلمة سورت برضو معناها نوع، او الكاركترستيك اللي هي معناها الخصائص. يجي لك يا باشا سؤال في الايميل، سؤال في الايميل تلاقيه بيقول لك كده. نعم. طب انا ازاي افرق ما بين مثلا رياضة جماعية او رياضة قصيرة؟ يعني بيقول لي ازاي على السؤال؟ هنشرح هو، ما تستعجليش. بيقول لي كيلي لو جونر او لو تيب دي تون سبور بريفيري. هو هنا بيقول لي ايه هي رياضتك اللي بتلعبها، ولا هنا بيقول لي ايه هي نوعها؟ نوع. لا ده هنا ميسو بيقول لي ايه نوع الرياضة. الرياضة اللي بتفضلها. ايوه ده هنا ميسو بيسألك عن نوع الرياضة اللي بلعبها. طب السؤال اللي في الايميل ده لو جالي في الايميل اجاوب عليه ازاي؟ هتجاوب عليه كده، تقول له جو براتيك وتبدأ تكتب اي نوع من انواع الرياضات السبعة اللي انا كاتبهم لك دول. ايه هي انواع الرياضات وازاي تفرق ما بينهم؟ اقرأ بعينك هتعرف تفرق. ان سبور كوليكتيف او ديكيب رياضة ايه؟ جماعية او رياضة فريق. المكسب بيكون لفرد واحد ولا للفريق كله؟ الفريق كله. الفريق كله، يبقى ديت رياضة جماعية طالما الفريق كله. ان سبور انديفيدوال رياضة فردية. هو المكسب هنا لفرد واحد ولا للفريق كله؟ شخص واحد بس. شخص واحد بس. شخص واحد بس. لما نيجي نبص كده على مسابقة السباحة، حمام السباحة هينزل فيه 100 واحد، هو مين اللي هيكسب في الآخر؟ حد واحد. يبقى دي رياضة فردية ولا جماعية؟ فردية. فردية. عملوا ماراثون سباق جري والشارع كله طلع يجري، هي كده جماعية ولا فردية؟ يا ميسيو اللي هيكسب في الآخر، اللي هيكسب في الآخر واحد بس، يبقى دي رياضة فردية. فردية. طب لما اجي اقول لك كرة القدم، كرة السلة، كرة الطايرة، كرة اليد، كرة القدم الأمريكية اللي هي الرجبي،
هتقولي ده الفريق كله الفريق اللي هيكسب، كله. يبقى دي رياضة فريق ايه؟ كله. جماعية. معية. ده الفيصل، بتشوف المكسب لمين. طيب عندنا حاجة اسمها سبور اكستريم، خطيرة، بتساوي كلمة فيولون، عنيفة، بتساوي كلمة دونجري، برضو معناها خطير. طب ايه هي الرياضات الخطيرة؟ يعني اللي بيبقى فيها خطر على اللاعب. زي مين؟ تسلق الجبال. زي مين؟ البوكس اللي بيطلع تلاقي عليه ورمة. زي مين؟ المصارعة. زي ركوب الدراجات على المنحدرات اللي هي اسمها VTT. زي الدلتا بلان، مين فاكر يعني ايه دلتا بلان؟ الطيران الشراعي. زي الكانيونينج اللي هي القفز في الشلالات. طب زي ايه كمان؟ الرافتينج. مين فاكر الرافتينج؟ اللي هو ركوب ركوب مركب الزواحف المطاط. المطاطية في الأنهار، وضيع. اللي هي مركب مطاط وراكبين بيه الشلالات. دي كلها رياضات دي خطيرة خطيرة. دي. انسبور نوتيك، يعني ايه نوتيك؟ يعني بتتلعب في المية. معية. او سير لا مير، ما انا عارف كلمة مير يعني بحر. او دول لو في المية، زي مية. السباحة وزي الغطس وزي ركوب الامواج، ما دولت كلهم رياضات مائية. انسبور اون بلينير، رياضة بتتلعب في أماكن مفتوحة. يعني إيه في أماكن مفتوحة؟ يعني في الهواء الطلق، زي لما أجي أقول لك رياضة التنزه على الأقدام اللي هي الروندونيه. زي لما أقول لك رياضة اليوجا، زي المارش اللي هو المشي. يبقى دي كلها رياضات بتتلعب في أماكن مفتوحة. أن سبور دو جليس اللي هي رياضة الإيه؟ التزلج. طب تزلج زي مين يعني؟ زي السكي، والسكي ده بيتلعب في الجبل، خليك فاكر الفرق. وزي الباتيناج، هو الباتيناج ده اللي هو برضو معناه ساحة التزلج. التزلج على الجليد، بس فين؟ في ساحة التزلج، ساحة. في مكان مقفول. طيب أن سبور دي كومبا، هي ايه يا ميسو كلمة كومبا دي؟ ما كلمة كومبا دي يعني قتال، رياضة قتالية. يا مين الرياضات القتالية؟ الجودو، الكاراتيه، البوكس، الليت اللي هي معناها المصارعة، دول اسمهم رياضات قتالية. تعال شوف بتجيلي في المواقف يقول لي أنت تمارس رياضة جماعية أو رياضة فرق، يعني المكسب للفريق كله، يبقى أنهي واحدة في دول؟ فوتبول. لو فوتبول. أنت تمارس رياضة فردية، يبقى هنا المكسب لاكور. لفرد واحد، يبقى لاكورس. كورس. أنت تمارس رياضة خطيرة فيها خطر على اللاعب، يبقى لو PTT. أنت تمارس رياضة مائية في البحر، الأولى. يبقى الكيك سيرف اللي هي معناها ركوب الأمواج. أنت تمارس رياضة في الهواء الطلق في الأماكن المفتوحة، اليوجا في الأماكن المفتوحة. طب يا ميسو هي الفولي بتتلعب فين؟ بتتلعب في الجيمناز. طيب أنت تمارس رياضة تزلج، زحلقة، يبقى مين من دول رياضة زحلقة؟ لو باتيناج. ثانية. باتيناج. يبقى ده لما يجي يقول لي هي أنواع الرياضات اللي أنت بتلعبها. ادي الفرق ما بينهم. طيب عارفين ان كلمه كورس يعني سباق، والسباق انواع، ممكن يكون سباق عجل، سباق على الرجليه، سباق موتوسيكلات، سباق خيل. اهم كورس ا فيلو سباق دراجات، كورس ا موتو سباق موتوسيكلات، كورس ا بيي سباق على الرجلين، وكورس ا شوفال اللي هو سباق على الخيل. كلمه كورس ا بيي، نعم، لو بعد جوي في ديان بعد جوي في ديان فدي هتبقى ايه؟ ولا تفرق في حاجه. او الله الا بوستروف او، دي دولار دي الا بوستروف دي، ولا تفرق بحاجه. ماشي. تمام. كلمه كورس ا بيي اللي هي السباق على الرجلين بتساوي رياضه عندك اسمها جوجينج اللي هي رياضه الايه؟ الجري او الركض. اكتبها عندك كده فوق عشان انت بتذاكر. جوجينج مفيش حرف اليو ده. جوجينج يعني الجري، بتساوي كلمه كورس ا بيي، الاثنين زي بعض.
اللي هي يعني الهرولة. يعني ايه الهرولة؟ انك بتمشي بسرعة كده. كتبناها؟ خد بالك ان كلمة جوجينج مذكرة، لان اي كلمة اخرها اي ان جي في الفرنساوي مذكرة على طول. طيب هنشوف اللي بعده اهو. اول مثال عندنا بيقول لي جو في دو لا كورس نوت فيلو. ان انواع السباق بيجي معاه حرف الجر يبقى الجمله رقم 1 جو في دو لا كورس نوت فيلو، يبقى نختار كورس فيلو. مثال اللي بعده جو في كورس نوت بيي، يبقى كورس بيي. كورس نوت شوفال، يبقى كورس شوفال. طيب ايه تاني؟ بيقول لي عندك بعض الاماكن اللي بنمارس فيها الرياضات ممكن يجي قبلها حرف الجر ايه؟ سير، زي سير لا مير اللي هي في البحر. مستر بعد نعم. هي رياضة كرة القدم تعتبر في مكان مفتوح ولا مكان مقفول؟ عشان الاستاد بيبقى مفتوح من فوق. لا، معروف لها ان المكان بتاعها اسمها رياضة جماعية وبتتلعب في التيران دي فوت او في الاستاد بس. ما بيجيب لهالكيش بقى هي مكان مفتوح ولا مكان مقفول، لان الاستاد كده هنعتبره مكان مقفول. ليه؟ ما هو متحوط بسور. ولكن الرياضة اللي في الهواء الطلق المقصود بقى ان هي رياضة في مكان زي الغابة، زي جنينة، في الشارع، ده المقصود بيها. سور لو ستاد في الاستاد، سور لا بيست الممشى بتاع الدراجات، سور لو في المية، سور لا روت على الطريق، سور لو تيران يعني في الملعب بتاع كرة القدم، سور لا روت اتكررت تاني معلش، سور لا باتينوار ساحة الايه؟ التزلج اللي بيتلعب فيها الباتيناج والباتان اجلاس، انما السكي بيتلعب في الجبل. تعال شوف اول مثال عندي بيقول لي جي في دي فيلو، انا بمارس ركوب الدراجات نوت لا بيست، يبقى انا حافظها اسمها سور لا بيست. انا بلعب كرة القدم نوت لو تيران، يبقى سور لو تيران. انا بلعب كرة القدم نوت تيران، ايه ده؟ يا ميسو انا حافظها سور لو تيران. لو ما لقيتش قبلها لو تيران هتختارها او تيران. او تيران يعني في الملعب، هي جو باتين معناها انا اتزلج، نوع باتينوار لازما يا ميسيو سير لا باتينوار. طب يا ميسيو ما فيش لا، يبقى في الحالة دي هتختار على باتينوار لأن ساحة التزلج مكان مؤنث. جو مارش أنا ماشي نقط الطريق، يبقى هنا وات سير لا روت، أنا ماشي على الطريق. دي الحاجات الجرامير اللي تجيلي في الدرس. طيب أسئلة نعم. اختار اللي هي في السؤال الخامس، اختار التانية امتى؟ دون لما اقول مثلا ايه جوناج انا بسبح دون لا بيسين، يعني في حمام السباحه، بداخل الحاجه، جوه الحاجه، في قلب الحاجه. ماشي؟ او انا امارس السباحه دون لا بيسين، في قلب حمام السباحه جواه. اوكي؟ هو تقريبا كان في فرق ما بينهم، اللي هو اروح بس انا مش بمارس، او لا اروح لا بس. ما بيلعبلكيش بالحاجات ديت في الامتحان بتاعك. ماشي؟ بيقول لي الاسئله اللي جايه دي يا باشا بيسالك عن ايه؟ عن الرياضه المفضله بتاعتك. بس انا عاملها لك على شكل سؤال عشان ممكن تجي لك في المواقف او في القواعد او في الايميلات. لما يجي يقول لي اي رياضه انت تفضل، ما ده بيسالني عن الرياضه اللي انا بمارسها او اللي انا بفضلها. طب كلمه سبور مذكره ولا مؤنثه؟ مذكره، يبقى تختار انهي واحده؟ أول واحدة. اول. حلو. رياضتك المفضله تكون ايه؟ من اداه الاستفهام اللي معناها بالعاميه ايه وبتيجي في اخر السؤال؟ ثالث واحدة. واو. عايز يقول لي هنا ماذا أنت تمارس كرياضة؟ ماذا اللي هي ثاني واحدة. الثانية. بيقول لي هنا ماذا تمارس أنت؟ ما هنا مش عايز أقول ماذا، أختار الثانية ولا الأولى؟ لا الأولى. الأولى يا ميسيو. طب اشمعنى الأولى هنا يا ميسيو؟ بص على المثال ده والمثال اللي فوقه.
شايف المثال رقم 3؟ اه تي اه تي في. هو هنا شقلب الفاعل والفعل ولا جابهم مترتبين؟ جابهم رقم مترتبين. 3 مترتبين. بيقول لي ان كسك بيجي وراها الفاعل ثم الفعل، بيجي وراها مترتبين. ولكن ك اللي هي برضو معناها ماذا، بيجي وراها مترتبين ولا متشقلبين؟ متشقلبين. شكلبين. متشقلبين. ده الفرق ما بينهم هما الاثنين. يبقى أداة الاستفهام ماذا اللي هي كسك بيجي وراها فاعل ثم الفعل. طب كلمة ك برضو معناها ماذا، بس بيجي وراها مترتب ولا متشقلب؟ متشقلب. ده الفرق ما بين الاثنين. نقط اكتيفيتي، عايز يقول لي اي نشاط انت تمارس. هي كلمه اكتيفيتي حافظ ان هي كلمه مؤنثه، يبقى تختار يبقى الثانية. ثانيه. يلا. ما يكون شغفك الرياضي، الحاجه اللي انت بتحبها. طب هي كلمه باسيون مذكر ولا مؤنث؟ مؤنث، يبقى تختار مؤنث. تبقى الثالثة. مهندس. ثالثه. خد بالك ان اي حاجه اخرها سيون مؤنثه. ما تكون مهارتك الرياضيه، وخد بالك كلمه ابيليتي كلمه مؤنثه، يبقى تختار تبقى الأولى. الأولى. ما تكون براعتك أو مهارتك الرياضية برضو، وكلمة توناليتي كلمة مؤنثة، يبقى تختار الأخيرة. الأخيرة. رياضتك المفضلة، يبقى أنا هنا يا ميسيو بوصف كلمة رياضة، مذكر ولا مؤنث؟ مذكر، يبقى تختار أنهي واحدة؟ أول واحدة. أول واحدة. نشاطك الرياضي، طب كلمة نشاط مذكر ولا مؤنث؟ مؤنث، يبقى نختار الثانية. ثاني واحدة. ماذا تمارس أنت كرياضة؟ موجودة في الجملة الثالثة والرابعة، بص عليها فوق. كومو. يبقى هنا هنختار أنهي؟ تالت واحدة. ثالث واحدة اللي هي اسمها كوم. هي مسيو كلمة كوم دي زيها زي في الإنجليزي زي as كذا. ماذا تمارس كرياضة؟ ال11 سؤال ده همت يا شباب ممكن يجي لك في المواقف. أنت تسأل صديقك أي رياضة أنت تمارس، أو عن نشاطه الرياضي. ما هي كل ديت كلهم بيسألوا عن النشاط الرياضي. أي واحد منهم ممكن يجي لك في الإيميل. طب يا ميسيو لو واحد منهم جالي في الإيميل هكتب إيه؟ أهو ما يجي يقول لك إيه الرياضة اللي أنت بتمارسها؟ إيه الرياضة اللي أنت بتلعبها؟ أقدر أقول له جو في دي دولار الأبوستروف واسم الرياضة، أو جو كذا، أو ريح دماغك وهتكتب جو براتيك لو كذا أو لا كذا أو ليه كذا واسم الإيه؟ الرياضة. ده لما يقول يعني لك هختار إيه أي واحدة من الثلاثة تنفع تجاوب بيها في الإيميل عن رياضتك المفضلة، بس أنهي واحدة الأأمن؟ الأخيرة. الأخيرة. الأخيرة هي الأأمن بالنسبة لك عشان ما تلخبطش الدنيا. تقول له جو براتيك لو كذا لا كذا وتكتب اسم الرياضة وتريح دماغك. تنفع مع كل حاجة. ايوه الله ينور عليكي، عشان بتيجي مع كل حاجة. بتتلعب كورة ما فيهاش كورة، دومنة، كوتشينة، آلة موسيقية، براتيكي بيجي مع كل حاجة. فأنت تكتب جو براتيك لو كذا لا كذا واسم الحاجة اللي أنت بتمارسها. أيوه يا كابتن محمد. رقم 11 ممكن تعيدها تاني؟ حاضر. رقم 11 هي نفس الجملة رقم 4 أهي. ماذا أنت تمارس كرياضة؟ يبقى أنا هختار كلمة كوم اللي هي زيها زي في الإنجليزي as كذا. ماذا تمارس كذا. ماشي؟ تمام. طيب إيه الدرس التاني بيتكلم عن إيه؟ قال لي بيكلمك عن الأدوات أو المعدات المستخدمة في الرياضات. كلمة أداة ليها 4 معاني عندك في المنهج بتاعك يا باشا. كلمة أوبجي معناها شيء أو أداة. إيكيبمون معناها معدات أو أدوات. انسترومون برضو معناها أداة وبتيجي كتير قوي مع الأدوات الموسيقية. كلمة أرتيكل، خد بالك من كلمة أرتيكل مالها؟ معناها أداة تستخدم في الرياضة. معناها سلعة تشتريها من محل. معناها مقالة بتنكتب في الجورنال. دي المعاني بتاعتهم. يجي يقول لي أنت تسأل صديقك عن المعدات أو الأدوات المستخدمة في الرياضات. تعال شوف أول حاجة. أي الأدوات تلزم للعب كرة القدم؟ كلمة أوبجي مذكر ولا مؤنث؟ أنا كاتبها لك فوق. مذكر، يبقى تختار تبقى الثانية. ثانية.
أي أداة أنت تستخدم للتزلج. كلمة أداة ده اهي موجودة فوق، مالها؟ مؤنثة، يبقى تختار أول واحدة. الأولى. السؤال رقم 3، ماذا يلزم من أجل الجودو؟ ماذا يبقى أنهي واحدة؟ تالت يبقى واحدة. ثالث واحدة. أي أدوات؟ ما كلمة إيكيبمون زي كلمة أوبجي زي انسترومون، كل دول مذكر، يبقى تختار تاني واحدة. تاني. أول لما تلاقي اللي أنا بظللها لك ده هي اسمها avoir besoin، معناها أنت تحتاج. يبقى أنا عايز هنا ميسيو استخدم إلى ماذا أنت تحتاج. هي فين إلى ماذا؟ اللي هي أول واحدة. يبقى أنت كده عمال تتدرب كمان على أدوات الاستفهام اللي ممكن تيجي لك في الاختيارات. يبقى أنا بدربك على كل حاجة في قلب بعضها. طيب، جه سؤال في الإيميل وبيقول لي إيه هي الأدوات اللي أنت بتستخدمها، وعايز أجاوب عليه. أجاوب عليه يا ميسيو أكتب إيه؟ أهو يا باشا، لما يجي في الإيميل يسألك عن الأدوات، ريح دماغك واكتب له il faut. يعني إيه كلمة il faut؟ إنه يلزم أن كذا، إن كذا، دي كذا. سؤال، ماذا يلزم للعب كرة التنس؟ يبقى أنا هقول له il faut إنه يلزم دي راكيت، يعني مضارب، إيه إن بول، وكرة صغيرة، وخدت الدرجة بتاعتك. طب اللي تحتها دي لو حابب تتفزلك، بس الفزلكة مش هتفيد بحاجة. اللي هيكتب إجابة بسيطة هي نفسها اللي هيكتب إجابة عميقة، مش هتفرق، هياخد الدرجة. جي بيزوان، أنا أحتاج دان كذا أو دين كذا أو دي كذا، وتكتب اسم الإيه؟ الأداة اللي أنت عايزها. طيب، حاجة تانية، يجي يسألني عن إيه يا أولاد؟ مكان التدريب، المكان اللي بتتدرب فيه، المكان اللي بتلعب فيه. وخد بالك إن كلمة مكان بالفرنساوي اسمها لو ليي، كلمة مذكرة. يجي لي برضو في المواقف في القواعد في الإيميلات. أنت تتدرب، يبقى أنا عايز أقول له أين أنت تتدرب. أنهي واحدة معناها أين؟ ثانية. تدريبك يكون، أنا بسأله عن المكان، يبقى أنا عايز أقول له يكون فين. أنهي واحدة؟ آخر واحدة. أنا كنت غلط واختار التانية. لا، نخلي بالنا. عايز أقول له في أي مكان. أنا نسيت أكتب كل هنا أهو يا ولاد. في أي مكان، دي تركيبة على بعضها اسمها كل ليه. عذرا، اسمها كل ليه، معناها في أي مكان. كل ليه، اكتبها أنت بقى في الجملة الثالثة. في أي مكان أنت تمارس كذا، في أي مكان أنت تتدرب كذا. كل ليه. في أي مكان. طيب، لو جه في سؤال الإيميل وبيسألني عن المكان اللي بلعب فيه الرياضة، هتكتب التركيبة اللي أنا عاملها لك ده اهي. جو براتيك، أنا بمارس رياضة كذا، إلا بوستروف، وتكتب اسم المكان. على سبيل المثال أهو، جو براتيك لو جيدو، أنا بمارس رياضة الجودو أو جيمناز. مثال تاني، جو براتيك لو فوتبول أو ستاد. جو براتيك لا ناتاسيون à la mer. جو براتيك l'escalade، اللي هي تسلق الجبال، à la montagne. يبقى انت بتكتب التركيبه ديت لما يسالك عن الايه؟ المكان اللي بتلعب فيه الرياضه. طيب، خد بالك ان الدرس الاولاني هو مليان كل الافكار بتاعه الثلاث دروس. السؤال عن الميعاد بتاع التدريب، كلمه ميعاد اسمها لور. الكلمه دي هتجيلك في راس السؤال بتاع المواقف او القواعد او الايميلات. انا كده بسال عن الميعاد، يبقى انا عايز اقول له متى انت تتدرب. متى اللي هي اول واحده. في اي ساعه، خدتها من سنه اولى ثانوي. كلمه مذكر ولا مؤنث؟ مؤنث، يبقى نختار الثانيه. في اي ساعه انت تتدرب. بيقول لي لما تيجي تجاوب على سؤال الميعاد هتقول له انا اتدرب وتكتب اي رقم انت عايزه، وفي الاخر كلمه ايه؟ كلمه انا اتدرب 20 انا بتدرب الساعه 20 يعني الساعه 8. او انا امارس رياضه كذا
وتحط الرقم وكلمة اير. مثال جو براتيك لو فوتبول 10 اير، بمارس كرة القدم الساعة 10 الصبح. ده لما يسألني عن ميعاد التدريب. الدرس الأولاني كان موجود فيه عندي كلمة سي جوي. يعني ايه يا مستر كلمة سي جوي دي؟ معناها تلعب، مبنية للمجهول، تلعب. حط ضمة على الت. سفير تمارس. سبراتيكي برضو معناها تمارس. مالها الأفعال دي؟ خد بالك من اللي أنا عامله لك كده. لو فوتبول سجو، يعني كرة القدم تلعب. بختار حرف لما يكون جاي بعد النقط عدد اللاعبين، ولكن بختار افيك لما يكون بعد النقط اسم الأداة. لو فوتبول سوفي، كرة القدم تمارس. حرف زائد عدد اللاعبين، افيك زائد الأدوات. دي بتجيلي اختياري في القواعد مش أكتر. لو فوتبول سوبراتيك، عدد اللاعبين، افيك والأدوات. بيقول لي كرة القدم الأمريكية اللي هي الرجبي بتتلعب أوبيي وآلاما. يعني إيه أوبيي؟ بالقدم، وآلاما يعني باليد. مثال الأولاني لو كاراتيه، يا ترى أختار له في بيمارس، ولا سيجو يلعب، ولا سوفي يمارس؟ تختاروا أنهي يا شباب؟ الكاراتيه يا ميسيو ما ينفعش اختار معاه فعل جوي خالص، يبقى هنا هنختار سوفي يمارس باستخدام الكيمونو. كرة الطايرة اقول بتلعب ولا تلعب ولا بتمارس؟ لا انا عايز هنا يا ميسيو اقول ايه؟ بتلعب. كرة القدم تلعب. كرة القدم تلعب نقط 11 لاعب، عدد اللاعبين، يبقى في الحالة دي اختار حرف الجر كرة القدم الأمريكية تلعب نقط بيه. احنا قلنا البيه يعني القدم مذكرة يبقى أو بيه، واليد مؤنثة يبقى آلاما. التزلج على الجليد يمارس نقط لوح، أداة، يبقى في الحالة دي هنختار أفيك. برضو بعض الحاجات اللي تيجي في الجرامير عندنا، بعض الأفعال زي فعل participer يشارك في، لما أقول أنا أشارك في منافسات، des compétitions، au concours، à la course، وهكذا. وعندنا فعل être à l'heure جاي في ميعاده بالظبط، être en retard متأخر، être en avance، être en forme. وعندنا فعل avoir besoin de بيجيلي ازاي اهو؟ جو بارتيسيب، انا حافظ ان فعل بارتيسيبي بيجي معاها واشكالها. وكلمه كومبيتيسيون يعني منافسه، كلمه مؤنثه، يبقى نختار لا. جو بارتيسيب انا اشارك نقط كونكور. كلمه كونكور يعني مسابقه، كلمه مفرد مذكر، وحرف الاس ده جزء منها اصلا، يبقى نختار انا نقط متاخر. التركيبه دي على بعضها اتر اون ريتار، يعني هختار تصريفات فعل مين؟ فعل اتر، يبقى هنختار جوي اون ريتار. نعم. هو في حد ندى؟ لا. كده الجرامير وكل التكات اللي موجوده في الدرس. يلا نخش على المواقف والافكار بتاعت المواقف بتاعت الدرس اللي ممكن تجيلي في الامتحان. بتعتمد على ايه؟ اترجم الجمله واختار الاجابه اللي تناسب راس السؤال. انت تتكلم عن دور الحكم. الحكم ده اللي بيدير المباراه، يحكم المباراه، يبقى نختار انهي واحده؟ بي. تتكلم عن عمل المدرب. ده المدرب بيضع الخطه، يدرب الفريق، يشجع الفريق، نختار الأولى. بيضع الخطة. تتحدث عن دور المونيتور. هو مين المونيتور ده؟ مدرب فردي، مدرب خصوصي، يعني بيدرب واحد بس، يبقى نختار أنهي واحدة؟
مدرب آخر فردي بيدرب شخص واحد بس، يبقى هي تبقى الأولى غلط، الثانية لا. الأخيرة يدرب اللاعب. كلمة أتليت معناها لاعب. أنت تتحدث عن دور الجارديان دي بيت، حارس المرمى. عارفين إن هو ده اللي بيدافع عن الجون، يبقى تالت واحدة سي. ثالث واحدة. التالتة. تتحدث ثالث واحدة. عن اللاعب. دور اللاعب، هو اللاعب بيعمل إيه؟ اللاعب ده اللي بيسجل أهداف، ده يبقى تالت يبقى الأخيرة. أخيرة. سي. تعطي رأيك في رياضة خطيرة. حدد لك أهو، يعني هتتكلم عن رياضة خطرة، يبقى رقم بي. التانية. أيوه. أيوه. صديقك بيسألك أين تمارس التنس؟ التنس بيتلعب في ملعب التنس اللي هو اسمه جمنة. سير لوكور. تمام. ما ينفعش الجمنازيا يا أستاذ. لا، كل مكان في منهجك أو كل رياضة في منهجك ليها المكان بتاعها. ماشي؟ تمام. صديقك لا تمام. يصل في الميعاد. ما بيوصلش في الميعاد بالظبط، يعني بيجي دايما ماله متأخر. يبقى نختار أنهي؟ مطار. سي. لا تالت واحدة غلط. تالت واحدة معناها هو مش متأخر. مش بيتأخر. لا بلا. بطل في التأخير. الأخيرة بطل في التأخير. أوكي. تعرف السباحة، بتتكلم عن السباحة. تطلع إيه السباحة دي؟ تالت واحدة. ثالث واحدة. هي. تسأل عن الديبي، يعني كلمة ديبي بداية. بداية. تبقى الأولى. لا، اقرأ كل الإجابات واختار. تسأل عن البداية. دي. واحدة بقى. الماتش هيبدأ امتى؟ أول جملة فعل ستيرميني معناه ينتهي. طب تاني جملة فعل كومونسي يعني يبدأ. يبقى المباراة هتبدأ امتى؟ يبقى دي الإجابة. أنت ما تصف. ينفعش نبقى كم المباراة. بتقول إيه يا دي محمد؟ بقول يعني كم المباراة بس على أساس المباراة. هي فين دي؟ هي في رقم دي. هي دي كومو معناها كيف تكون المباراة. كيف تكون المباراة؟ أنت جبتها كام؟ أوكي. وعايز أنت معاد. تصف اللبس بتاع الناجيز. هي مين الناجيز دي؟ السباحة، البنت اللي بتعوم. سباحة. البنت اللي بتعوم دي بتلبس إيه؟ مايو دبين. آخر واحدة. سي. واحدة. المايو دبا ده مايو السباحة. إنما كلمة مايو بس ده الشورت والتيشيرت بتاع لعيبة كرة القدم. يبقى نختار الأولى ولا الأخيرة؟ لا الأخيرة بقى. الأخيرة عشان بيتكلم فوق عن سباحة. أنت تسأل إلى ماذا أنت تحتاج علشان تلعب تنس؟ راكيت. يلزم حلو. مضرب. أنت تسأل عن الأرتيكل. قلنا أرتيكل معناها أداة أو سلعة أو مقالة. الأداة اللي بتلزم ليه التزلج على الجليد. تعال نطلع فوق نشوف هنا الإجابة. اللوح بتاع التزلج طبعا هو ده اللي بيستخدم فيه التزلج على الجليد. يلا بينا، هتختاروا أنهي واحدة يا شباب؟ كلمة لوح. بلونش اللي هي رقم سي. أنت توضح المعدات بتاع تنس الريشة. تنس الريشة دي عايزة مضرب وكرة ريشة. كرة ريشة اللي هي التاني واحدة الفيولون. تانية. توضح مكان ممارسة الفروسية، ركوب الخيل. الخيل بيكون فين؟ في الريف. يبقى واحدة. دي حلو. تتحدث عن رياضة فردية، يعني واحد بس اللي هيكسب. تاني واحدة سباق المشي. السباق على قدام. تمام. أنت تسأل أين نمارس الVTT، ركوب الدراجات على المنحدرات في الجبال. الأمر الثانية الأخيرة. الأخيرة. خدت بالك إن أنا في رأس السؤال بحدد هو عايز يسأل عن إيه؟ أهو. أنت تسأل عن كم من الوقت. كم
من الوقت. يعني ايه المدة اللي انت بتتدربها؟ المدة مش الميعاد. تختار انهي؟ يا ميسيو ليه؟ الشات بيظهر على الشاشة بره، مش عارفين ليه. طب الصوت واصل يا ولاد كده؟ تمام. اوكي. بيسألك هنا كم من الوقت تتدرب، بيسألك عن أول واحدة المدة. أول واحدة ده خد بالك بقى، الخطبة الأولى. خد بالك. شايفين الجملة الأولى؟ حرف اه الآ زائد رقم وبعدين حرف الاتش، ده الميعاد اللي انت بتتدرب فيه. ده الميعاد اللي بتتدرب فيه. طب بص على اللي تحتها بقى. أنا أتدرب سي ل5 5 ساعات، ساعات. يبقى ديت المدة. إنما الأولانية ديت الإيه؟ الميعاد. ركز، حرف الآ عادي. قبل الرقم يبقى ده الميعاد، إنما بور يبقى دي المدة. أنت تسأل كم مرة تتدرب، يبقى بيسألني عن عدد المرات اللي أنا بتدرب فيها. عدد المرات. تتدرب كام مرة مش كام ساعة. المرات. الأولى. يا لتنقرسي لسه قايل لما تلاقي حرف الآ ورقم يبقى ده الميعاد. بيقول لك كام مرة بتتمرني؟ تقولي بتمرن 5 مرات 6 مرات أهي. يبقى أنا أتدرب 5 أيام. الثانية. أنت توضح أين نمارس التزلج على الجليد، ووضحنا إنه بيتلعب في ساحة التزلج. يبقى باتنوار. باتنوار. تتحدث يا محمد. هو في رقم 13 خدنا ايه ولا سي؟ 13 متأخر قوي كده ليه يا محمد؟ ليكيتاسيون في رقم معلش بس. دي الأخيرة علشان بتتلعب في الريف. احنا وقفنا عند رقم تمام. كام؟ 19. رقم 19 تتحدث على عن 19. مهارتك الرياضية. مهارة رياضية بتعملها. الأولى. مهارة رياضية يبقى الأولى. الأولى. ألعب رمي الرمح. توضح ميسي لماذا. ممكن طب ليه تسأل مش مثلا سي يا مستر؟ رقم سي أنا بتدرب في الملعب. هو أنت كده وضحت لي إيه هي المهارة الرياضية بتاعتك؟ لا ده من مكان. ما وضحتليش، أنت كده وضحت لي المكان، إنما ما كلمتنيش عن المهارة الرياضية بتاعتك. أنت آه. ميسي في توضح. سؤال 17 نعم. ممكن توضح الاختيارات تاني؟ سؤال السؤال رقم 17 17 بيقول لي كام مرة عدد المرات. الإجابة الأولى بتمرن الساعة 5. أنا كده ما وضحتش الساعة ما وضحتش العدد. الإجابة الثانية بتمرن 5 أيام، يعني 5 مرات أهو. طب الإجابة رقم سي بتمرن في الجيم، ملهاش علاقة. الإجابة رقم دي بتمرن لمدة ساعة، ملهاش علاقة برضه. يبقى الإجابة رقم بي 5 أيام، يعني كده 5 مرات أهو. جملة رقم 20 توضح لماذا اللاعبين فازوا. يا ترى كانوا فرديين ولا لعبوا بشكل جماعي ولا لم يتبعوا الخطة ولا لم يملكوا روح الفريق؟ أكيد لو في شكل جماعي. جماعي. توضح لماذا الفريق برد، وقلنا فيرب بيردر يعني يخسر. دي يا مستر ما تتبعوش النصائح. لم يتبعوا النصائح. النصائح. صار ذكي. أنت تسأل عدد. نعم. هو في الجملة اللي قبلها بي معناها ايه؟ اللي هي أقولهم واحدة. جست اللي هي بي اللي جيست معناها عادل أو منصف. موجودة في الكلمات عندنا بتاعت ميرسي في المربع بتاع الصفات تحت خالص. أنت تسأل عن إيه؟ أحدد في رأس السؤال كده بسأل عن إيه؟ عدد لاعبين الفريق بتاع كرة القدم. عدد اللاعبين، يعني عايز أسأل في كام لاعب. مين أداة الاستفهام اللي بتسأل عن العدد؟ كومبيان دو. عارفين يا مسيو إن كومبيان دو معناها كم للعدد، والد بتاعتها ثابتة لا تتغير. هنلاحظ إن هي مكتوبة دي إي
على الرغم ان الكلمه اللي بعدها كلمه مفرد ولا جمع؟ جمع. على الرغم ان الكلمه اللي بعدها جمع. يبقى احنا عارفين ان كومبيان دي بيجي معايا دي اي يا دي ابوستروف ولا تتغير ابدا. اخر حاجه في المواقف بتاع الدرس الاولاني، يلا. انت توضح اي رياضه لو كافالييه في. الاجابه في كلمه كافالييه. هو مين الكافالييه ده؟ الفارس، الخيال. يبقى ده بيمارس ايه؟ فروسيه، ركوب الخيل. تمام. توضح من يصفر لنهايه المباراه. البيتر. الحكم. تمام. توضح لماذا تستخدم كورد. وقلنا كورد يعني حبل. عشان يتسلق الجبل. يبقى التسلق الجبال. تسلق الجبل. توضح نوع الرياضة. بتوضح لي نوعها. بس انت قلت كورد يعني ايه؟ كورد يعني حبل. سي حبل. ماشي. نوع الرياضة، رياضة جماعية، فردية، خطيرة، مائية، تزلج. يبقى رقم سي. رياضة ايه؟ عنيفة. توضح خصائص رياضتك المفضلة. ايه هي خصائصها؟ يعني بتتلعب فين؟ بتتلعب ازاي؟ نعم. رقم 26 إجابة إيه؟ تبقى معناها إيه؟ الرياضة رقم 26 الإجابة الأولى محفزة. كلمة موتيفون يعني ممتعة، محفزة، مشجعة، يعني ممتعة يعني. جملة 27 بتوضح لي خصائص رياضتك المفضلة، يعني بتتلعب فين؟ بتتلعب ازاي؟ فيها كام لاعب؟ عدد اللعيبة. عدد اللعيبة. يبقى كرة القدم تلعب ب 11 لاعب. نعم. يا مستر أنا مش فاهمة سؤال 26. 26 بيقول لي بتوضحي نوع رياضتك المفضلة. نوعها يا ميسيو يعني يا جماعية يا فردية يا خطيرة يا مائية يا تزلج. حلو كده. ورقم سي هنا كلمة فيولون يعني عنيفة. ما احنا واحنا بنشرح فوق قلنا ان كلمة رياضة خطيرة هي نفسها رياضة عنيفة. ما دي نوع من انواع الايه؟ الرياضات. ماشي؟ ماشي. ايوه يا كابتن فادي. ممكن من أول 23 تاني. 23 أين أنت؟ 23 كلمة كافالييه يعني خيال، فارس. يبقى ده بيلعب فروسية، ركوب الخيل. 24 مين اللي بيصفر لنهاية المباراة؟ يبقى الحكم على طول. لماذا تستخدم حبل؟ يبقى تسلق جبال. 26 نوع الرياضة اخترنا رقم سي لأنها رياضة عنيفة، هي نفسها رياضة خطيرة يعني. 27 خصائص رياضتك المفضلة يعني بتتلعب باستخدام ايه؟ بتتلعب بكام لاعب؟ يبقى اخترنا رقم دي. توضح خصائص نعم. بي غلط ليه؟ يا كابتن ركز في كلامي يا كابتن كده. بقول ايه؟ يعني ايه خصائص؟ يعني بتتلعب فين؟ بتتلعب ازاي؟ ايه عدد اللاعبين بتوعها؟ ما قلتلكيش ايه رأيك فيها؟ لأن الأولى معناها ممتعة. هل دي خصائصها؟ لا. أنا كده بوصفها. توضح خصائص كرة الرجبي. كرة القدم الأمريكية اللي بتتلعب بالإيد والرجل. يبقى دي الخصائص بتاعتها. توضح ماذا تفعل في البيست. البيست ده المدرج بتاع يا إما مدرج دراجات يا إما مضمار سباق تلعب فيه جري. تختار أنهي واحد؟ يبقى أول واحدة مضمار جري هنا كده. صديقك لا. نعم. في رقم 29 امال الروندونيه احط ايه مكانها؟ الروندونيه دي تنزه على الاقدام في حديقه في غابه. صديقك لا يمرر الكوره يبقى ده شخص اناني بيلعب لعب فردي. يبقى نختار رقم سي. يبقى رقم سي كده. معلش 28 بيقول لي توضح خصائص كرة القدم الأمريكية اللي بتتلعب بالإيد والرجل، اللي هو بيحط الكرة تحت باطه ويطلع يجري بيها في الملعب كله، واللي يحاول يوقعه وياخدها منه ممكن يشوطها برجله لزميله، يحدفها بإيده. ديت اللي هي كرة الرجبي. كده خلصنا أفكار الدرس الأولاني، سواء جرامير، سواء أسئلة مواقف، سواء أسئلة إيميلات، بكل أفكار.
هناخد بريك يا شباب. احنا دلوقتي الساعة كام؟ 9 الا ربع. هنبدأ الساعة 9 وربع بالظبط، محدش يتأخر. الساعة 9 تمام. و10 هتلاقيني باعت اللينك على ما كله يتجمع. اوكي، يلا بينا. اوكي.